حبايبي قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جبت لكم ملخص الجزء التاسع من المسلسل الباكستاني هير ميرزا. وكيانات بتروح عشان تقابل إحسان، بس هو بيكون على الجانب التاني وبيجي قدامها عربية بسرعة وبيهددوها وبيخطفوها وبيمشوا بيها على طول، وبابه بيكون معدي من قدامه في نفس الوقت، وإحسان بيشوف كل ده وبيتضايق جدا. وهنا عصافير الحب قاصد هير وتيمور بيكونوا لسه بيتمشوا على البحر ومش دارين بالدنيا واللي فيها. وإحسان بيروح على البيت وبيقابل زبير وسهيل بيكون متعصب جدا وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ وإحسان بيقول له كنت بقابل بنتكم المحترمة اللي فاكرة انها تقدر تخدعني، دي خططت لخطفها قدام عيني علشان تهرب مع بابه. وسهيل بيكون متعصب جدا وبيكون هيضربه، وإحسان بيقول له جمعوا العيلة كلها عشان احكي لكم اللي حصل، انا اصلا بلغت الشرطة. وزبير بيكون مصدوم وبيقول لسهيل اتصل بتيمور بسرعة خليه يجي. وسهيل بيتصل بتيمور وبيقول له كيانات اتخطفت الحقنا. وتيمور بيتصدم وبياخد هير وبيمشوا بسرعة، وهير بيكون مش فاهم اي حاجة وبيكون قلقانة جدا وبتسأله هو ايه اللي حصل، بس هو ما بيردش عليها وبيكون ماشي بسرعة جدا وهي بيكون خايفة ومرعوبة. وهنا صبيحة بيكون مش مستوعبة اللي بيحصل لولادها وبتقول لهم انتوا جننتوا ولا ايه؟ بنتي ملهاش اي اعداء، كل ده بسبب المخفية هير. وبتقول لزيبونيسيا لو بنتي حصل لها اي حاجة انا مش هرحمكم، لا انتي ولا بنتك، ده انتي من يوم ما جيتي هنا انتي وبنتك ما شفناش يوم واحد حلو. وزيبونيسيا بتقول لها كفاية بقى احنا كمان قلقانين. وإحسان بيقول لهم ان بنتهم خدعته وانها هربت مع بابه. وسيمة بتقول له لا انا شفتها وهي رايحة عشان تقابلك. وإحسان بيقول لا هي كانت بتستخدمني عشان تهرب من البيت. وبيدخل تيمور في اللحظة دي وبيكون هيضربه، لكن إحسان بيقول له اضربني انا تعبت من تصرفات العيلة دي، قلت لكم اني عاوز الفرح يتم بسرعة وهي اختفت اهي. وزبير بيقول له ولما هي عايزة كده لغت فرحها عشانك ليه؟ وسيمة بتقول طبعا اكيد زي ما سابت اخويا عشانه سابته هو كمان عشان واحد تالت. وسهيل بيقول لها انت بتقولي ايه؟ اخرسي خالص. وإحسان بيقول هي معاها حق بقى، زي ما سابت بابه عشاني كانت معايا وبتخدعني برضه وبتقابل بابه من ورايا وهما متفقين مع بعض، والوصية دي كلها من تخطيطهم. وهير وتيمور دول مش هياخدوا حاجة خالص، وبابه هو اللي هيهرب بكل الثروة زي ما هرب مع كيانات. وتيمور بيقول له احترم نفسك بقى واعرف حدودك كويس قوي، ودي كلها افكارك انت عشان افكارك قذرة زيك. وسيمة بتقول له ما انت اللي جبت لنا القذارة دي، استحمل بقى، بس انا بقى مش هسكت لاي حد يتكلم عن اخويا كده. وصبيحة بتقول لهم بس بقى كفاية، انا عاوزة بنتي، كل اللي بيحصل ده بسبب الملعونة هير دي هي ومامتها. وكلهم بيكونوا بيعيطوا ومش عارفين يعملوا ايه. وهنا الشرطة بتدخل على بيت بابه وبياخدوه بالقوة، وبابه بيكون مش فاهم اي حاجة وبيسأل هو في ايه، ومامته بتكون قلقانة جدا وبتروح تتصل بسيمة وبتقول لها. وفي الاسم تيمور وسهيل وزبير وإحسان بيكونوا قاعدين مع الشرطي، وتيمور بيقول له احنا مش بنشك ببابه خالص لان بابه ده واحد مننا، يعني مش غريب عن عيلتنا ابدا. وإحسان بيقول يا سلام، طب وما جوزتش اختك ليه بقى؟ وتيمور بيتعصب عليه وبيقول له لان اختي اتخدعت في واحد حقير زيك. وزبير بيقول له احنا ما بنتهمش بابه باي حاجه وعاوزينك تخرجه، وبنقدم بلاغ ان بنتنا اتخطفت. وبيجي بابه مع الشرطه، وإحسان بيقول انه كان بيقابل كيانات في السر وبيكلمها في التليفون كمان، وانا معايا ادله على ده. وبابه بيقول له احنا فعلا اتقابلنا وكلمنا مرتين او 3. وإحسان بيقول اعترف بنفسه اهو، يعني هو عارف هي هربت فين دلوقتي. وتيمور بيتعصب جدا وبيقول له لو ما سكتش مش هترجع على بيتك عايش. والظابط بيقول لهم اسكتوا بقى، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ احنا مش في سويقة هنا. وبيقول لبابه انتوا فعلا مخططين لموضوع الخطف والاملاك ده؟ وزبير بيقول لبابه حرام عليك رجع لي بنتي بقى. وبابه بيتصدم وبيقول انا مش هبرر لاي حد وهتكلم في النيابة. والظابط بيتعصب وبيقول له انا هنستيك القانون خالص، وبيخلي الشرطة يسحبوه. وتيمور بيحاول يتكلم مع باباه علشان يقنعه ان بابه بريء وبيخرجوه بره. وسهيل بيفضل قاعد مع الظابط وبيقول له بابه مش غريب عننا وبنعرفه من زمان وهو يعتبر فرد من عيلتنا. والظابط بيقول له انت بتقرب لها ايه؟ وسهيل بيقول له انا عمها. وإحسان بيقول له وبابه ده يبقى اخو مراته. والظابط بيقول له يعني كلكم متفقين سوا بقى؟ وسهيل بيقول له لا انا ما اعرفش اي حاجه عن الوصيه دي وانا هعمل كده ليه اصلا. وعند تيمور بيقول لزبير ان ديل نواز هو اللي خطف كيانات وبابه ملوش اي ذنب. وزبير بيقول له كفايه بقى، انتوا عاوزين تفضحوني اكتر من كده؟ قول لبابه ان هو يرجع اختك وخدوا الورث اللي انتوا عاوزينه، بس كفايه فضايح بقى كده. وبيفضل يعيط. وصبيحه كمان بتكون قاعده بتعيط وقلقانه جدا على كيانات ولسه بتلوم هير كالعاده يعني. وزيبونيسيا بتقول لها كفايه بقى انا سكتلك من بدري. وسيمة بتقول لها انت عندك رد لكل حاجه، كل ده بيحصل من تحت راس بنتك، ماله ديل نواز يعني؟ الراجل كان عايز يتجوزها وهي حبسته، وكمان اخويا المسكين في السجن، وده كله بسببها هي.
وكيانات مش عارفين هي فين اصلا. وسهيل وزبير بيرجعوا وصبيحة بتسألهم عن كيانات، وزبير بيقول لها انهم مش لاقيينها. وبيرجع تيمور وهير بتقول له ايه اللي حصل، وتيمور بيكون متعصب جدا وبيقول لها ان محدش منهم مصدق ان كيانات اتخطفت، وفاكرين ان بابو وكيانات متفقين علشان ياخدوا الورث واحنا كمان بنساعدهم. وزبير بيقول له ده مش تفكيرنا، هي دي الحقيقة، وقول لكيانات انها ترجع البيت والا مش هتدخلوا تاني ابدا. وسهيل بيقول له بمجرد ما كيانات ترجع بابو هيخرج، بس خلي كيانات ترجع والا. فهير بتقطعه وبتقول له والا ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ انا واقفه اسمع الاتهامات وساكته، بس انتوا مش مكفيكوا بهدلتي، انتوا مش متخيلين ان دي النواز ممكن يكون هو اللي خطفها، بس محدش منكم بيفكر فيها، كل تفكيركم في الثروه وبس. وصبيحه بتتعصب وبتقول لها ما كله من تحت راسك انت يا وش الفقر انت، وكل حاجه بترميها على دي النواز علشان لما ابني كان يموت كل حاجه كانت هتفضل ليكي لوحدك. وتيمور بيقول لها كفايه بقى، انت هتفضلي تلومي هير لحد امتى؟ وبتقول له اسكت انت وما تتكلمش معايا خالص، طول ما انت مع البنت دي انا مش امك. وهو بيقول لها وانا مش هسيب هير، ولو انت بتتخلي عن ابنك انت حره، بس انا هرجع كيانات وهنتقم من دي النواز. اما بالنسبه للثروه فاشبعوا بيها، انا مش عاوز منكم حاجه، جدي عمل كده عشان احنا نجمعكم ونفضل عيله واحده. وصبيحه بتعيط وبتقول لهم شفتوا ابني اختار مراته عن امه، وبتسيبهم وتمشي. وزبير بيروح وراها. وصيمه بتقول لسهيل انا كل ده مش مهم عندي، انا اهم حاجه عندي هو اخويا يرجع، ولو ما رجعش انا مش هقعد في البيت ده تاني ابدا. وبتمشي. وبالقيس بتتعب، وتيمور وهير وزبونيسة بيكونوا جنبها وهي بتعيط وبتتمنى الموت. وتيمور بيقول لها اهدي وانا هتصرف، والله هتصرف. وصبيحة وزبير بيكونوا قاعدين يفكروا في كيانات وبيعيطوا. وتيمور بيقول لهير انا مش مصدق ان ده تفكيرهم. وهير بتقول له المهم دلوقتي اننا نلاقي كيانات، انا متاكده ان دي النواز هو اللي عمل كده، انا قلت لك ان قربنا ده هيكون ثمنه غالي جدا ومش هندفع الثمن احنا لوحدنا، عيلتنا بتدفعه معانا كمان، وانا مش قادره استحمل الذنب ده، احنا لازم نلاقي كيانات وننقذها مهما كان الثمن. وعند بابه الشرطه بتعذبه علشان يعترف بمكان كيانات، وهو بيقول لهم ما اعرفش حاجه. ودي النواز بيفرح قوي وهو بيتفرج على الفيديو وبيكون مبسوط جدا. وجويد بيقول له كفايه بقى، بس دي النواز بيتعصب وبيقول له وقفت ليه؟ وجويد بيقول له كفايه، ضربناه كتير كده هيموت وده مش هدفك. ودي النواز بيقول له هو انت اللي هتقول لي اعمل ايه؟ انا اللي هتحكم في حياتهم وهقول يموتوا امتى وليه، وانت بس اللي عليك انك تنفذ، وانا عايز افضل اسمع صريخه ده. وجويد بيقول له حاضر حاضر وبيمشي. ودي النواز بيقول انت غلطتي غلطه كبيره قوي يا هير ومش هتقدري تصلحيها ابدا. وهنا سهيل بيكون خارج وصيمه بتوقفه وهي متعصبه جدا وبتقول له انت رايق قوي، بس انا بقى عاوز اخويا، ما هو كل اللي بيحصل ده بسبب ولاد اخواتك اللي انت كنت عمال تدافع لي عنهم، اهو كله طلع لعبه منهم وانت طلع مالكش اي قيمه. وهير فعلا هتموت الكل وهتاخد كل حاجه لنفسها. وسهيل بيقول لها اخوكي برضو كان السبب في ده، هو مش بريء، وبيسيبها ويمشي. وفي اوضه ضلمه كيانات بتكون قاعده بتعيط، وفجاه الباب بيتفتح عليها وبتدخل مامي دي النواز. وكيانات بتصدم وبتقول لها انت خطفتيني ليه؟ وبتقول لها انا قلت لهير بلاش تزعل جيل نواز، بس هي ما سمعتش الكلام، وانا بقى مش هسكت الا لما ترجع عند رجل ابني. وترجع ايه وهي مذلوله كمان. وكيانات بتقول لها خلاص ان شاء الله حتى تدفنيني هنا برضو ده مش هيحصل، ولا حتى في احلامكم كمان، طول ما اخويا تيمور عايش. اخويا مش زي ابنك الصايع دي النواز، هو فاز بهير علشان حبه حقيقي. ومامي دي النواز بتقول لها انتوا عيله ممثله قوي وعاملين نفسكم محترمين. وكيانات بتقول لها احنا محترمين غصب عنك يا حراميه يا مجرمين. فمامي دي النواز بتتعصب عليها وبتضربها وبتحبسها في الاوضه تاني وبتخرج. وهنا تيمور بيلاقي سهيل خارج وبيوقفه وبيقول له انت رايح على فين؟ وسهيل بيتعصب عليه وبيقول له طب وانت مالك انت، هو انا هاخد الاذن منك ولا ايه؟ وتيمور بيقول له لا ده مش وقت اننا نتخانق مع بعض، احنا لازم نكون ايد واحده ونتحد علشان نقدر نلاقي كيانات يا عمي. وسهيل بيكون متعصب جدا وبيقول له انت شكلك فاضي، روح شوف هير واسمع لك خطه جديده علشان توقع عيلتك، ما هي ناويه انها تدمرنا كلنا. انا اتصدمت فيكم بجد، انا كنت بدعمكم ودافع عنكم بس انتوا خدعتوني، وحتى كمان اخو مراتي كان معاكم. وبيكون هيسيبه ويمشي، لكن تيمور بيقول له انت النهارده اثبتت لي ان العلاقات مش بالدم، اللي ما كانوش من دمي ما اهتموش بحياتهم وضحوا بيها بس علشان يكونوا جنبي، اما اللي من دمي فمش مصدقين ولا واقفين جنبي. وسهيل بيقول له معاك حق، يلا بقى مع السلامه، وبيسيبه يمشي. وكيانات بتصلي وبتقعد تدعي ربنا وهي بتعيط، وصبيحه كمان بتكون بتصلي وبتدعي ان كيانات ترجع بالسلامه. وبيدخل زبير
زبير وصبيحة بتخلص صلاة وبتقول له كيانات لسه ما رجعتش برضه، طب هنعمل ايه؟ وبيقول لها انا عقلي مقتنع انها مشيت بمزاجها بس قلبي مش راضي يصدق. وصبيحة بتقول له انت ازاي تقول كده؟ كيانات بنتنا عمرها ما عرضتنا ابدا، بس قلت لك ان كل ده من تحت راس الحرباية بنت اختك. وزبير بيعيط وبيقول لها انا بقيتش قادر ابص في وش حد، الناس كلها بتتكلم علينا وبيقولوا ان جواز كيانات باظ، وبعدها تيمور دخل السجن وخرج وخطف هير من فرحها وهرب بيها، وكمان بيقولوا اننا السبب في موت جوزي وانا ماناش عارف اعمل ايه. طب اقول لهم انهم مش ولادي واتبرى منهم واخلص بقى، بس قلبي مش مطوعني، انا قلقانه على كيانات قوي. وصبيحه بتقول له يبقى لازم اللي كانت السبب تخرج من البيت ده فورا. وبتروح صبيحه تاخد هير من ايديها وبتكون عاوزه تطردها بره البيت، وزيبونيسا بتحاول تمنعها بس هي ما بتقدرش عليها، وبتيجي بالقيس وبتقول لها انت اتجننتي ولا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وصبيحه بتقول لها انا بقى مش هسيبها تقعد في بيتي ثانيه كمان، واللي مش عاجبه يمشي معاها. وزيبونيسا بتكون مصدومه وبالقيس بتنادي لزبير بتقول له تعالى شوف مراتك. وبيجي زبير وبيقول لهم انا سامع كل حاجه من الاول بس انا مش عايزه اتدخل، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. وكلهم بيكونوا مصدومين. وهير بتقول انا مش هخرج الا لما يرجع تيمور. وصبيحه بترمي هير بره البيت وبيوصل تيمور في اللحظه دي وبيلحقها قبل ما تقع على الارض وبيعتذر لها وبيقول لها انا اسف قوي يا هير، انا اللي ظلمتك لما جبتك هنا، لان لما كنا في بيت المدرب كانت مامته بتعاملك بحب وكانها ام ليكي، بس هنا اهلنا هم اللي مش عايزيننا في بيتهم، انا اسف قوي. وصبيحه بتقول له طب يلا يا حبيبي روح معاها بقى. وهير بتقول لتيمور مش مهم المكان اللي هنكون فيه، المهم انك تكون معايا. فصبيحه بتتجنن اكتر وبتقول لها ايوه بقى انت بتخططي لده من البدايه من الاول وانت عاوزه تاخديه بعيد عننا. في الاول بنتي ضاعت ودلوقتي انت عاوزه تاخدي ابني، بس خليكي فاكره الابن اللي ما بيهتمش بامه مش هيهتم بحاجه ابدا. وبالقيس بتقول لهم انا اسفه قوي، امشوا يا اولاد، انا مش هقدر استحمل اشوفكم وانتوا بتتهانوا اكتر من كده. وتيمور بيهديها وبيقول لها ما تقلقيش خالص، هير هتكون معايا في امان. وبالنسبه لكيانات انا عارف انها بقت تقيله عليك، كل ده عشان اختفت ليله واحده بس، هي بقت مسؤوليتي انا وهرجعها مهما كان الثمن. اما بالنسبه للثروه والاملاك فاشبعوا بيهم، احنا مش عايزينهم ومش عايزين اي حاجه منكم. جدي كان عارف كويس قوي نيتكم عشان كده عمل الوصيه دي، انا فهمت ده دلوقتي. وزيبونيسا بتقول لزبير انا كنت فاكره ان جوزي اوحش راجل في العالم، بس للاسف انت طلعت اوحش منه بكتير بعد ما سبت مراتك تطردنا من البيت وانت واقف ساكت كده. طب على الاقل جوزي عمره ما طردني بالشكل ده، انا همشي النهارده من بيت ابويا وانا مكسوره، بس خليك فاكر ان الاب بيكون هو الداعم علشان بنتك ما تجيش في يوم من الايام وتكون مجبره انها تمشي من بيتها زيي. وتيمور بيقول ما تقلقوش انا هاخد بالي منهم كويس قوي، وبياخد زيبونيسا هي وهير وبيمشي. وصايمه بقى بتكون مبسوطه قوي، طبعا نصيبها في الميراث بيزيد. وتيمور بيكون واخد زيبونيسا وهير وبيروح على بيت المدرب سليم، وزيبونيسا بتكون محرجه جدا وبتقول لتيمور مش عيب لما نيجي فجاه كده؟ وتيمور بيقول لها لا عادي، وبيخبط وسليم بيفتح لهم وبيدخلوا، وسليم بيقول لهم خدوا راحتكم خالص، وتيمور قال لي على كل اللي حصل وده برضه بيكو. وزيبونيسا بتقول له احنا هنقعد كام يوم بس لحد يعني ما نلاقي مكان تاني، اصل يعني كل حاجه حصلت فجاه كده فجينا على هنا. وسليم بيقول لها ايه الكلام ده، ماما اعتبرتك بنتها يعني ده برضه بيتك، ولو عليا انا ممكن امشي عادي خالص. وتيمور بيقول له لا طبعا احنا مش قصدنا كده خالص، احنا نقصد اننا لازم برضه نشتري بيت يبقى ملكنا. وسليم بيقول له مش مهم دلوقتي، المهم نلاقي كيانات مهما حصل. وهير بتقول لهم انا هروح اقدم بلاغ ضد ديل نواز. وسليم بيقول لها ده مش هيثبت اي حاجه لان ديل نواز نفسه موجود في السجن وبابه هو اللي هيتضر. وتيمور بيقول له يعني هنفضل قاعدين كده، احنا لازم نعمل حاجه. وسليم بيقول له انا ما قلتش نسكت، بس اول حاجه لازم نعملها اننا نقابل ديل نواز. وتيمور بيتصدم وبيقول له يعني نروح نترجاه يرجع كيانات؟ وسليم بيقول له لا احنا نروح نتفاوض معاه. وزيبونيسا بتقول طب ومين اللي هيعمل كده؟ هير بتعمل فيها 70 راجل في بعض وبتقول انا. وتيمور بيقول لها انت جننتي ولا ايه؟ لا انا مش موافق خالص. وهير بتقول له انا متاكده اني لو اتكلمت معاه هيرجع كيانات تاني، وبتطلب من سليم ان هو يقول لديل نواز انها عاوزه تقابله. وتيمور وزيبونيسا بيكونوا رافضين لكن سليم بيكون موافق وبيقول لهم ان ده هو الصح. وعند كيانات بيكون قاعده بتعيط والخدامه بتدخل لها بالاكل، وكيانات بتقول لها خدي الاكل ده بره، السيده بتاعتكم دي تمشي كلامها عليكم انتوا بس مش على كيانات ميرزا. وبتدخل مامة ديل نواز وبتقول لها احنا حتى كلاب الشارع بنديهم بواقي الاكل بتاعتنا واحنا بنعتبرك منهم. وكيانات بتقول لها احنا بقى كلاب الشارع ما بنحط لهمش اكل مسروق ومش معروف مصدره، بس اللي زيكم بياكلوا الحرام وما بيهتموش. مامة ديل نواز بتقول لها دي نفس طريقه هير المغروره بس دلوقتي هي ملهاش قيمه. وكيانات بتقول لها كفايه انها مع اخويا اللي بيحبها، وبتقول لها لولا ابني اخوكي ده ما كانش هيكون عايش، بس هتشوفوا هيعمل فيكوا ايه. وكيانات بتقول لها انا متاكده ان ابنك لحم ودم، لان واحده زيك طبيعي ابنها يكون ديل نواز. ومامة ديل نواز بتتعصب
بتتعصب جدا وبتضربها وبتقول لها انت فاكره نفسك مين؟ ولا هتفضلي هنا قد ايه؟ ما تمثليش، لان اللي زيك بيكونوا عار على اهلهم ومحدش هيقبلك بعد كده. وبتسيبها وبتخرج. وكيانات بتفضل تعيط. وهنا هير بتكون قاعده بتفكر. وبيجي تيمور وبيقول لها انا مش موافق. وبتقول له دي الطريقه الوحيده علشان نقدر نرجع كيانات تاني، وانت لازم تتحمل ده، وانا وعدتك ان ديل نواز مش هيشوف الخوف في عيني تاني ابدا، ولا عمري هتوسل له ابدا ولا هتذلله، بس انت لازم تحقق حلمك حتى لو كنت انا اللي هقف في طريقك. وبتسيبه وبتمشي. وتيمور بيكون متضايق قوي. وسليم بيسأل تيمور في ايه، وبيقول له انا مش عارف هير دي ازاي مستحمله كل ده، بالرغم من انها طردت من البيت برضه بتفكر في كيانات وفي حلمي وبس. وسليم بيقول له انت لازم تقدرها، انا طلبت من الشرطه انها تقابل ديل نواز وهتقابله بكره، وبعد ما ترجع كيانات هنقدر نعمل كل اللي احنا عاوزينه، بس انت لازم تكون قوي. وهنا بابو بيكون تعبان جدا وبيقول لهم خرجوني من هنا، انا بريء. وبيقول لنفسه انا شفت كيانات وهي بتركب العربيه بمزاجها، ازاي اتخطفت بقى؟ ومين ممكن يكون عمل كده؟ احسان؟ لا، ده جبان وما يقدرش يعملها. معقول يكون ديل نواز؟ وكيانات بتفضل تخبط على الباب وهي بتعيط وبتقول لهم خرجوني من هنا، بس محدش بيفتح لها وبرضه بتفضل تعيط. وتيمور بيرجع البيت ومحدش بيشوفه. وصيمه وصبيحه بيكونوا في المطبخ. وصيمه بتقول لها انت لما بتستخدمي عواطفك بتتصرفي صح. وصبيحه بتقول لها هو لو كان في حاجه صح في حياتي ولادي كانوا هيبعدوا عني كده. وصيمه بتقول لها ولادك دول السبب في اللي اخويا فيه، بس انا بقى مطمنه لاني عارفه ان كيانات هترجع وبعدها بابو هيخرج، واللعنه الحقيقيه بقى هي هير، والحمد لله انك طردتيها وابنك هيفهم في يوم من الايام ويرجع لك تاني. وبينزل تيمور مع الشنط وبيقول لهم ايه ده انتوا لسه هنا؟ ده انا فكرتكم بعتوا البيت ومشيتوا. وصبيحه بتقول له ايه الشنط دي؟ وبيقول لها دي شنط هير وعمتي، لو عاوزه تفتشيهم اتفضلي، والا هترجعي بعد كده وتقولي اني سرقت ذهب كيانات واني رحت اديته لهير. وصبيحه بتقول له انت بتتكلم كده بسبب السحر اللي هي عاملاه لك. وبيقول لها هي فعلا عامله لي سحر، حتى هي هترجع لك بنتك بسحرها ده، بيبقى على الاقل. وكفايه بقى ان واحده اتطردت من البيت. وبالكيس بتقول له عيب كده، دي مهما كانت مامتك. وبيقول لها ما هي دي المشكله، وبيسلم عليها وبيمشي. وصبيحه بتكون متضايقه جدا وبتقول لبلقيس كل ده بسببك انت اللي علمتيهم ما يحترمونيش. وبالكيس بتسيبها وبتمشي. وصيمه بتكون عامله فيها بقى الحنينه وبتفضل تواسيها. وبالكيس بتكون قاعده بتصلي وبتدعي وهي بتعيط. وبيجي زبير ومعاه الاكل وبيقول لها انت لازم تاكلي حاجه، بس هي ما بتردش عليه. وبيقول لها اللي حصل ده مش ذنبي، كيانات كانت هتتجوز بابو وهي اللي سابته عشان تتجوز احسان، وعملنا كل اللي هي عايزاه، بس فضلت تقابل بابو من ورانا. وهير كانت هتتجوز ديل نواز، بس سابت تيمور متعلق بيها وراح خطفها وهرب يوم الفرح. الناس كلها بتتكلم علينا. وبالكيس بتقول له يبقى لازم تقول ده للناس، بس انت بتتكلم عن البنات بالطريقه دي سبت ايه للغرب؟ بس انا بقى مش هسمح ابدا ان حد يجيب سيره بناتي كده، ومش هنسى الطريقه اللي اتطردت بيها ابدا زيبونيسا هي وهير، وانت كنت واقف تتفرج. اما بالنسبه لكيانات فانا مش هاكل ولا هشرب لحد ما هي ترجع. وبتقعد تعيط وتدعي ربنا. وهنا تيمور بيرجع عند هير وبتساله لو حد في البيت قال له حاجه، وبيقول لها لا. وبيسالهم عن المدرب، وهير بتقول له انه مشي وقال له انه ما ينفعش يكون هنا طول ما احنا موجودين، وقال كمان انه هيقعد في سكن النادي، وانا منعته واصريت عليه، بس هو زعلي وقال لي ده بيتك. وزيبونيسا بتقول له هو معاه حق برضه، بس ما ينفعش ان هو يسيب بيته بالشكل ده، احنا لازم نلاقي لنا بيت تاني بقى. وبيقول لهم انا عارف المدرب كويس من وانا عندي 14 سنه، وعارف انه مش هيسمح بكده ابدا ولا هيسيبنا نمشي من هنا. وهير بتقول له بس هو مش هينفع يعيش في السكن كده، احنا لازم نلاقي بيت تاني لنفسنا. وهنا سليم بيكون بيكلم مامته وبتساله اديت لزيبونيسا الاساور، وهو بيقول لها لا طبعا مش هينفع دلوقتي خالص لانهم دلوقتي قاعدين في بيتي. ومامته بتقول له انا مرتاحه لها قوي وحاسه ان هي زي بنتي من يوم ما شفتها ومن يوم ما مشيوا من البيت والبيت فضي عليا. وبيقول لها خلاص تعالي، وبتقول له لا انا ما اقدرش اعيش بعيد عن بيتي. وسليم بيكون زعلان جدا وبيقول لها انا اسف، انا ما كنتش ابن كويس ليكي، وعارف ان كان نفسك يكون عندك بيت كبير واحفاد كتير، بس انا ما قدرتش وكنت انا سبب في وحدتك دي. وبتقول له خلاص ارجع واملى وحدتي ووحدتك كمان، وهات زيبونيسيا وهير وتيمور معاك ونعيش هنا مع بعض كلنا. وسليم بيقول لها حاضر هرجع يا امي، انا تعبت من الجري طول حياتي. وبيقفل معاها وهي بتفضل تعيط. وزيبونيسا بتكون قاعده متضايقه جدا وبتفكر في مامة سليم، بس كمان بتفكر في كلام سليم لما قال لها ما تضايقيش نفسك بكلام ماما، هي عارفه انكم في الاخر هتمشوا فمش عاوزه تكون وحيده. وهنا صبيحه بتكون قاعده تفكر في كلام تيمور وبتكون متضايقه قوي وبتقول كل ده بسبب هير، هي اللي بعدت ولادي عني، انا مش هسامحها ابدا وهدفعها ثمن كل ده غالي. وتاني يوم هير وتيمور بيروحوا على السجن عشان يقابلوا ديل نواز، والظابط بينادي لهير لوحدها وهير بتروح معاه. وديل نواز بيكون قاعد رايق كده وبيجي الظابط وبيقول له عندك زياره
الستارة. وديل نواز بيستغرب وبيقول له يا ترى مين؟ وديل نواز بيدخل، واول ما بيشوف هير بيفرح قوي وبيقول لها كنت عارف انك هتجيلي لاني قلت لك ان كل الطرق قدامك هيكون نهايتها انا. وهير بتقول له انا عارفه انك خطفت كيانات، سيبها احسن وواجهني من غير خوف، انا عدوتك يبقى تتحداني انا. وبيقول لها يا سلام، طب وانا هعمل ده ازاي؟ انا اصلا في السجن اهو، انت للدرجه دي واثقه في قوتي؟ وبتقول له لا، بس واثقه في ضعفك وهو اللي بيخليك تهاجم اللي بنحبهم. وبيقول لها انت جبتي القوه دي منين؟ وبتقول له من تيمور، انت اختبرتنا كتير واحنا لسه مع بعض، استخدم قوتك دي علينا احنا وفرقنا عن بعض وشوف هنعمل ايه. وديل نواز بيقول لها خلاص انا اسامح كل اللي ساعدوكوا وانت هتكوني المنافسه بتاعتي. وبتقول له هتعمل ايه يعني؟ هتقتل تيمور؟ انت بتتكلم عن قوتك وبتهددني تاني. وبيقول لها لا ما تقلقيش خالص، الحرب دي هتكون بيني انا وانتي وبس، والمهم بقى مين اللي هيكسب في الاخر. وبتقول له خليك فاكر اني مش هسامحك على موت جوجي وندى. وبيقول لها ايه ده، هما ماتوا؟ يا حرام زعلتيني. طب اسمعي بقى، لو عاوزه تنقذي المدرب الحقيه بسرعه والا هيكون الضحيه الجديده، وخليكي فاكره ان كل طريق هتمشيه هيكون نهايته انا. فهير بتمشي بسرعه وديل نواز بيفضل يضحك وبيقول انا ما لقيتش واحده زيك، انت فعلا مختلفه في كل حاجه يا هير. والمدرب بيجهز وبياخد الاساور معاه وبيكون مبسوط قوي وبيلاقي تليفونه فاصل فبيسيبه في الشحن وبيخرج. وهير بتخرج بسرعه وبتقول لتيمور هيقتل المدرب لازم نلحقه. وتيمور بيتصل بيه وبيلاقي تليفونه مقفول وبيخرجوا بسرعه. وهنا صيمه بتشوف صبيحه وهي رايحه على اوضتها بالفطار وبتدخل لسهيل وبتقول له اما انتوا عيله ما عندكوش دم بصحيح، بنتكم مختفيه وانتوا مش مهتمين باي حاجه، انا متاكده انها هربت واخويا هو اللي هيلبس كل حاجه، منها لله هير هي السبب في كل ده. وصبيحه بيكون سمع كلامها وبتروح صبيحه بالفطار لزبير وهو بيكون متضايق قوي وبيقول لها انا مش هفطر، وبيكون متضايق جدا علشان كيانات. وديل نواز بيكلم رجالته وبيقول لهم انهم لازم يخلصوا على المدرب قبل هير ما توصل له، ولو وصلت قبل ما يقتلوه يسيبوه ما يقتلوهوش، بس لو سابوه هيقتلهم وهم طبعا بيخافوا وبيقولوا حاضر حاضر هنخلص عليه بسرعه. وهير وتيمور بيكونوا في الطريق وديل نواز بيقول لجويد سيبوا كيانات، بس بابه لا. وجويد بيقول له انا قلت لك اخطفها في مكان مش معروف عشان لما تسيبها ما تعرفش مين اللي خطفها، بس كده هتبلغ عنك. وبيقول له لا انا بحب اعيشهم الخوف عشان يعرفوا مين هو ديل نواز، انت بس نفذ اللي بطلبه منك وبس كده. لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا، ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.